السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وهنا وسعادة. النهاردة هنعمل مع بعض الكرواسون. بصوا التوريقة من جوه شكلها روعة. ده بقى يا جماعة اللي هو العادي بتاع المخابز مش الاصل. هنبقى ان شاء الله نعمل مرة تانية مع بعض الاصل. خلاص يلا بقى نخش على التحضير. معايا هنا كنت بوريكم، معايا معلقتين كبار لبن بودرة ومعلقتين كبار سكر ومعلقة صغيرة ملح او نص معلقة صغيرة ملح وكيس خميرة وديول 250 مللي من المية. طبعا مية باردة مش سخنة ولا حاجة، احنا كده كده في الحر. وكمان حطيت نص كيلو من الدقيق. خلاص. ودي يا دوبك حتة سمنة صغيرة، ودي بقية السمنة اللي انا ايه يعني هفردها على العجين. هتشوفوا معايا دلوقتي من غير فرد ولا تعب ولا مجهود، هتشوفوا معايا. طبعا عجنت العجينة زي ما انتم شايفين كده. طبعا لازم العجينة تتعجن كويس اوي، ده كرواسون بقى يا جماعة ولازم يتعجن كويس. انا النهاردة حطيت من دي الاهرامات على دي الضحى. عملت كده يعني ايه، شكلت من هنا ومن هنا وعجنتها كويس اوي اوي زي ما انتم شايفين كده لحد ما نعمت. طبعا هي بتاخد وقت ومجهود، بس لما تكون العجينة صغيرة زي كده ما بتاخدش وقت اوي ولا مجهود اوي بصراحة. فانا بقى ايه، لما ايدي دي تتعب اعمل بايدي التانية وهكذا. خلاص ادي شكلها اهي بقت عامله ازاي، بتمط معايا زي اللبانه بالظبط، ده اللي انا عايزاه. خلاص سبتها ترتاح شويه، ما خمرتش ترتاح، وهقطعها 4 كور. ممكن 5 ممكن 6 براحتكم، او ممكن 2 زي ما يعجبكم. خلاص. المهم هنعملهم كور. مش مهم لو الكور مش قد بعض قوي، عادي. هتشوفوا هنعمل ايه اهو. كانوا الاول بيقطعوهم كرات كتيره جدا جدا وبيفضلوا بقى ايه يتعبوا نفسهم، لكن احنا قلنا 4 كفايه قوي وهيدونا نفس الغرض ونفس النتيجه. فردت ال4 كور وحطيت سمنه سايحه او زبده قصدي سايحه زي كده اهو، فردتها على وش الكوره بعد ما اتفردت. خلاص. ادي شكلها. هدهن ال4 يا جماعه، مش هدهن كلهم كده، ال4 اتدهنوا. وابتديت ان انا ايه اكفيهم كده على بعض او اطبقهم نصين. طبعا الزبدة سايحة جدا جدا مش هعرف افردها خالص. دخلتها الفريزر. طبعا هي ملحقتش تجمد قوي، وكمان المطبخ سخن فهتسيح برضو مني شوية لانها زبدة بقري. خلاص. او سمنة بقري. جبت دي كده وابتديت ان انا ايه ارشرش كده وعلى عجينة من فوق ومن تحت. خلاص. وزي ما انا قلت لكم ان انا طبقتها زي ما انتوا شفتوا معايا. وهبتدي افردها بقى زي ما انتوا شايفين كده. افردها كده اعملها زي مربع. خلاص. طبعا العجينة طرية، والعجينة اصلا الزبدة فيها كمان طرية جدا. الجو حر قوي. وبدي كده بحاول ان انا اظبطها وافردها كده مربع، يعني سويتها على قد ما عرفت كده. وابتديت ان انا اسوي الاطراف، عايزاها يعني تكون مظبوطة. طبعا الاطراف دي ايه هنشكلها تاني وهنستخدمها تاني وهتشوفوا معايا برضه. وقطعت نصين كده المربع. بحاول ان انا كل الزوايد ان انا ايه اقصها. وعملتها زي ما انتوا شايفين كده مثلثات، فوق وتحت فوق وتحت، سبعات وتمانيات اهو. زي ما انتوا شايفين. وهبتدي ان انا ايه الفها. بحاول ان انا اكبر القاعدة من تحت شوية واقسمها بالنص وابتدي الف اهو. لازم اكبر القاعدة وابتدي اشد من الاطراف عشان اللفات والرقات تكون كتيرة شوية. هنا برضو ممكن لو مش عايزين تقطعوها من تحت عادي، يعني تتلف عادي برضو مفيش اي مشكلة اهو. ابتدي ان انا ايه اساوي كده وابتدي الف. طبعا انا ما حشيتوش حاجه، اللي عايز يحشيه نوتيلا يحط يحشيه او مربى او جبنه او اي حاجه، بس يفضل ان النوتيلا وكل الحاجات دي اللي هي الشوكولاته او المربى دي بتبقى بعد الخبز عشان بس ما تسيحش وتبهدل الدنيا. خلاص. طبعا تشكيله سهل جدا جدا وكلكم عارفين، اهم حاجه اشد الطرف وابتدي ان انا ايه الفها. هوريكم واحده كده بالراحه من غير ما اسرع الفيديو. زي ما قلت لكم بقسمها من النص من تحت كده، افتحها من تحت وابتدي الفها. خلاص. ده ما شاء الله نص كيلو عمل كميه حلوه. دهنت الصينيه زيت او الصاج ده زيت وسبتها تخمر وادخلها على درجه حراره 200 درجه مئويه ل 220. ماشي. ودي بقيه العجينه اللي طلعت، عملتها زي دايره كده. وابتدي اعملها 4 تربع، هتشوفوا معايا برضو اهو. 4 تربع وكل ربع هقسمه على 2 اهو. وهبتدي برضه الفها. كانت الكرواسون ده كان صغنن قوي والعيال الولاد كانوا اول ما طلع على طول.
فدخلت حرارة زي ما قلتلكوا على 220 درجة مئوية، خدت لون من تحت وبعدين هتاخد لون من فوق تحت الشواية. خلاص قعدت بتاع نص ساعة في الفرن او تلت ساعة على حسب فرنك. خلاص وادي الشكل اهو. كده بدهنها بالبيض، هنا كنت صفار بيض مع حبة مية. هتدخل الفرن زي ما قلتلكوا، تقعد لها تلت ساعة في الفرن. اول ما تطلع نغطي عليها وهتشوفوا شكلها معايا دلوقتي. ما شاء الله النص كيلو عمل كمية حلوة اوي، شايفين ما شاء الله. دي بعد ما خمت، وهنا بعد ما استوت دهنتها كده بالزبدة عشان تبقى لامعة. وده شكلها النهائي. يا رب تجربوه ويعجبكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.